بصراحه وصفتنا النهارده اترددت كتير جدا انزلها ما انزلهاش، بس قلت يلا بقى انزلها وربنا معايا يعني. اللحمه المفرومه بقت اسعارها يعني غريبه، فقلت بقى افكر لكم في بديل تستخدموه في حشوه جلاش، رقاق طري، رقاق اي حاجه يعني، مش هتقولك لا. معايا الكلاوي، شايفين تحسيها ان هي لحمه مفرومه حمرا كمان يعني. فاهي زي ما انا قلت لكم هنجيب بقى الكلاوي. الكلاوي يا جماعه بالنسبه لاسعار اللحمه فهي يعني سعرها الحمد لله كويس يعني. كيلو الكلاوي ب 120، وهي هنستخدم في الوصفه حوالي نص كيلو ب 60 جنيه، فبالنسبه لاسعار اللحمه فهي سعرها تمام يعني. طيب هتيجي بقى حد يقول لي يعني انا لما افرم الكلاوي كده واعملها هيبقى طعمها لحمه مفرومه؟ لا طبعا، انت مش ساحره يعني، انت مش ساحره عشان تخلي طعم الكلاوي يبقى طعمها لحمه مفرومه. هي طعمها قريب ليها، وطعمها حلو مميز وتنفع حشوه، لكن هي انا مش هضحك عليك واقول لك ان هي طعمها لحمه مفرومه يعني. دي حاجه، دي نسيج اللحمه مختلف تماما عن نسيج الكلاوي او الكبد او كده. فهي طعمها حلو ان شاء الله وهتعجبكم يعني. بجيب بقى معلقه من الزيت، سمنه، اي ماده دهنيه عندك بقى. انا هنا مستخدمه زيت. عندي 3 بصلات متوسطين او بصلتين كبار اللي يريحك. هنقلب لغايه ما اوصل ان البصلايه تبقى لونها شفاف. مش هنحمرها، مش هنديها لون اي ولا اي حاجه. عندي بقى قرن فلفل رومي. هو اللي عندي هنا كان لونه احمر، انت ممكن تستخدمي اخضر، تستخدمي اللي انت عايزه تحطي فلفل اللي هو الحراق ده براحتك خالص، مش هتقولك لا. تمام، ده قرن فلفل احمر اهو عشان ما حدش يفتكره طماطم او قوطه يعني. هنقلب شويه يدبلوا، بس انا بحب ادبل البصلايه. ومعايا بقى معلقه من الثوم، دي معلقه كبيره على فكره، معلقه كبيره من الثوم. احنا هنا بنحاول نخلي او ناخد طعمها لتتبيله السجق شويه، عشان ايه؟ طبعا الكلاوي طعمها طاغي قوي يعني، الكلاوي من الحاجات اللي طعمها مميز جدا، فاحنا بنحاول ايه نضحك عليها يعني على قد ما نقدر. هنقلب بقى عشان يعني مش هندي الحاجه لون، مجرد بس هنقلب كده، وبعد كده ايه نبدا بقى يعني بصوا ثانيه، بصوا البصل هنا البصلايه بقت شفافه كده تمام. ما تديهاش لون اكتر من كده. ننزل بالتوابل بقى. معايا معلقه من بهارات اللحمه، ما احنا عايزين نضحك عليها ونفهمها ان هي لحمه فهنحط لها بهارات لحمه. معلقه من ال7 بهارات. معلش احنا هنا بنحط توابل كتير عشان بس يعني نحاول نظبط الطعم شويه، لكن في اللحمه المعصجه العاديه ما بنحطش كل التوابل دي، انا بكتفي بالفلفل الاسود بس. حطيت هنا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه من السكر. حطيت السكر هنا عشان انا مع البصلايه وشويه كده هننزل بطماطميه مبشوره، فبيدوا تيست مع بعض حلو قوي، ما تقلقيش منها يعني. هنقلب. زي ما قلت ان الوصفه هنا فيها توابل كتير عشان نحاول يعني نضحك على الكلاوي ونخليها كده، ننقلها كده من تيست الكلاوي الصريح القوي ده لتيست تاني مختلف شويه. حطينا بقى الكلاوي بتاعتنا اهي، عامله نفسها لحمه برضو. وهنقلب بقى. قلبي بقى كويس. ملحوظه مهمه هنا، حاولوا ان انت لما تفرمي الكلاوي ما تفرموهاش ناعم قوي كده زي ما انا هنا فرمتها كده يعني، حاولي تخليها على خشن شويه. ده افضل يعني، ان هي تبقى خشنه شويه عن كده. انا هنا نعمتها قوي للاسف. حطينا بقى الكميه بتاعتنا كلها. بصوا ما تنعموهاش قوي بقى كده يعني، خلوها خشنه شويه، الدرجه اللي قبل دي. نبدا بقى نقلب. مش عايزين نقلب فيها كتير عشان ما تبقاش مهريه. انا يا دوبك بس بفك التكتلات اللي فيها وسبتها اهو. ونقلب بقى بتاخد لون من تحت. قلبي. انا عارفه ان الناس كتير هتستغرب فكره الكلاوي، آه بس اهو بديل يعني اليومين دول يا جماعه نمشي الدنيا يعني. معايا عصير طماطمايه، قصدي طماطمايه مبشوره. احنا بنحاول بس نستخدم بديل، لكن هي مش لحمه مفرومه، مش طعم اللحمه المفرومه، عشان ما نبقاش بنضحك عليكي، او عشان ما بقاش بضحك عليكي. حطيت هنا بقى الملح في الاخر خالص لما الكلاوي بتاعتنا يعني خلاص، بصوا قربت خلاص ان هي تستوي يعني. اهو كده يعني خلاص، فاضل لها حاجات بسيطه هنا، بصوا بقى. بس هي كده تقريبا شبه استوت يعني. بس شكلها يا جماعه يعني يوحي بان هي لحمه مفرومه. طعمها مش لحمه مفرومه بس طعمها حلو، تنفع لحشوات كتير يعني. انا عن نفسي استخدمتها في حشوه رقاق طري. ممكن تعملوا بقى جنبها اي حاجه، مكرونه محمره، رز اللي هو الاصفر دوت وتقلبوا عليها. اي حاجه بقى يعني، الايام ديت بنحاول ايه يعني، زقوا معانا كده، زقوا معانا الايام. او زي ما قلت لكم استخدمتها في صينيه رقاق طري وما قالتش لا. بس كده، لو اول مره تشوفوا وصفاتي بقى لايك وشير للفيديو، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.